اهلا وسهلا بيكم. ازيكم؟ حابه اشكركم جدا بصفه عامه، كل اللي كتب لي تعليقات جميله زيي، وكل اللي شجعني الف الف شكر. وحابه اشكر بصفه خاصه جروب على الفيس احنا بنتفاعل فيه مع بعض، وهو اسمه جروب تعليم مفارش اللاسيه للمبتدئات. وهم في الحقيقه مش مبتدئات ولا حاجه، ده هم اساتذه انا بتعلم منهم، وكل واحده بتدينا فكره جميله بنتعلم مع بعض. واتمنى ان الكل يشترك في الجروب دوت او المجموعه ديت. المهم احنا امبارح كنا بندردش كده، فوريتهم الغرزه دي بتاعت اللاسيه الروماني، فناس كتيره طلبتها مني. انا كنت الاول متردده ان انا اعمل الشغل ده، ان انا ما اعرفش اسماء الغرز بتاعت اللاسيه الروماني، بس احنا بنتعلم مع بعض. وان شاء الله اي حد عارف طبعا معلومه، عشان حاولت ادور يعني في كتب او نزلت سوق الازبكيه، في ناس اساسا ما تعرفش اللاسيه دوت. فاحنا كلنا بنجتهد مع بعض، كلنا بنتعلم مع بعض. ولو عرفت اسماء الغرز يعني اكيد هقولها لكم، بس احنا هنسميها شكل واحد شكل اتنين. فهنبتدي بالغرزه دي شكلها. احنا هنعمل ايه بالقطعه ديت؟ القطعه دي احنا هنشبكها زي الكروشيه بالظبط، وهنعمل زي نظام مفرش سفره كبير. يعني انا معايا كذا قطعه اهي، طبعا دي غرز زي ما انت مش عارفه الاضاءه مبينه لكم ولا لا. نظام التشبيك، يعني مثلا هنجيبهم كده وهنشبك بالسرمه. عموما احنا هنخلص بس من الاجزاء ديت وهقول لكم هنعمل ازاي ونشتغل ازاي. طيب ايه الادوات اللي احنا محتاجينها؟ طبعا دوت الخيط او القطان اللاسيه، والقطان دوت شركه الجوكر مكتوب عليه اهو. مش عارفه الاضاءه موضحه لكم ولا لا، اعذروني بس الامكانيات عندي ضعيفه شويه. طبعا القطان ده في منه جانجاي، يعني لونين درجتين، لونين في بعض، وفي منه طبعا كل الالوان اللي تحبيها. ده خيط السرمه انا بقفل بيه الشغل. يعني ايه بقفل بيه الشغل؟ يعني هنا هو طبعا بيبقى فيه فراغ، انا بقفل مش بخيط عادي، بقفل بالسرمه، ان الشغل بيبقى انضف وبيبقى عامل زي يعني اكنه مكن بالظبط. فاحنا هنحتاج طبعا لو مش متوفر عندك عايزه تستخدمي الخيط العادي مفيش مشكله زي ما تحبي. دوت خيط السرمه، وطبعا انا بشتغل بيه على فكره غرز، بس بعملها دبل، هوريكم برضو في فيديو الجديد بقى اللي احنا نشتغل بيه. ولقيت ناس كتير قوي محفزاني في الموضوع دوت. الخيط ده خيط حرير 9 فتلة، وبيتسمى الخيط ده خيط صياد، وطبعا بيستخدموه في الكروشيه بيبقى رائع جدا. بس احنا هنستخدمه في ده الجديد بقى، احنا هنستخدمه في اللاسيه. طبعا كل عارف ان احنا بنشتغل بخيط الكنفه. طب ليه انا فكرت في الخيط دوت؟ خيط الكنفه مشكلته بيتاثر بالغسيل، يعني حتى لو احنا شطفناه مع كتر الغسيل المفرش بتلاقي اللون بهت او اللون دخل في لون، فهو يعني مش عارفه ليه، فهي بتحصل كده معايا، معرفش معاكم ولا لا. فازاي برضو ما انت حابه تشتغلي. انا حبيت الشغل بالخيط دوت لانه كمان فيه لمعه وبيدي منظر للغرزه جميل جدا. معلش انا طولت عليكم في المقدمه ديت. هنبتدي على طول. انا هنا يعني يا دوبك بس عامله القطان على الرسمه بتبقى بالشكل دوت. اللي اول مره يشوف الفيديو وحابب يعرف نعملها ازاي، هسيب لكم رابط تحت الفيديو بالظبط، يعني بتبتدي منين في المفرش، بتمشي عليه ازاي، ليه بتعملي مشمه، كل دوت هسيب لكم الرابط تحت الفيديو. هنبتدي على داخل القطان، بس هنمررها شويه يعني مش هنخليها على الحرف بالطريقه دي. طيب احنا هنثبت الخيط، بس هنحاول ما ندخلش الابره لتحت شويه، ان ده الظهر مش الوش، يعني هنثبتها من فوق شويه كده. حاسينها ان هي لسه مش مشدوده او مرخيه شويه، بنثبتها تثبيته تانية بالطريقه دي، بحيث احنا لو شدينا مهما شدينا يبقى الخيط قوي ما يتنسلش مننا. هنيجي في الموازيه ليها وهنعمل نفس الحكايه بالطريقه دي. عايزه تثبتي براحتك، حسيتيها لا مشدوده ومش محتاجه ده يرجع لك. هنطلع سنه بسيطه خالص، يعني قد نص سنتي، وهنيجي في الجزء الموازي برضو بس من الناحيه التانية،
وهنثبت تثبيتة واحدة بس. يبقى احنا عملنا خطين زي يساوي كده، يعني مش في اول واحدة من فوق تاني واحدة من تحت، هننزل بس نزلة بسيطة. هنعمل ايه؟ هنيجي مثلا على قد سنتي كده تقريبا، وهندخل الابرة من تحت اهي، وهنطلع بيها. ممكن نقص دي عشان ما تضايقنيش في الشغل او ما تضايقنيش في الشغل. ركزوا بقى معايا في الحتة دي اللي هي مهمة جدا. احنا هنطلع اول واحدة من فوق، هنطلع فيها الابرة اهي، هندخل يعني فيها الابرة، موضوع بسيط. طب التانية هنعمل ايه؟ هنطلع بيها. يبقى احنا هننزل بالاولانية وهنطلع بالتانية. يعني ايه؟ يعني هنيجي من تحت كده اهي ونطلع بيها، وهنعمل نفس الحكاية تقريبا على قد سنتي تاني. هعملها تاني اهي، هنيجي كده من دي اول واحدة من فوق، هننزل بالابرة، نروح طالعين اللي من تحت، وهنعمل برضو سنتي تاني. انا خلاص اهيت عملت دي، هنزل بالابرة في اول واحدة وهطلع بتاني واحدة، واجي اعمل برضو على قد سنتي، هنزل وهطلع باللي تحت. نهتم بالفينش في شغلنا، ما يبقاش فيه رتوش او نوصل خيط بخيط. انا كده بثبت بس الجزء اللي هو ده عشان اجيب خيط جديد ونعمل المرحلة اللي بعديها. وبندخل طبعا الجزء ده كده، بنحاول نمشي الخيط في القطان من جوه، بحيث لو اتغسل حصل حاجة ما نلاقيش الرسمة اتفكت مننا. مشينا والغرزة ما بتاخدش وقت زي في غرز تانية. هنعمل ايه؟ هنيجي كده من هنا اهي، ندخل الابرة من ورا. حابين برضو من قدام مفيش مشكلة، يعني دي او دي واحد اهي. شوفي انتي عدلة ايدك وترتاحي لانو عدلة، مفيش مشكلة اهي. بس انا برتاح ان انا اجيبها من ورا من هنا كده، يعني من ورا لقدام. بلف لفتين او 3، بمعنى انا لو حابة ان ده يبقى عندي سميك قوي بلف 3 لفات، يعني كده اهو بالطريقة دي. ادي كده لفة 2 3. هاجي هنا اهوت برضو اعمل نفس الحكاية، يعني في كل فراغ من دي اعمل 3 لفات، 1 2 3. واحد 2 3.
النهائي ادانا زي شكل هرمي مايل. يا رب يكون الفيديو عجبكم وعرفت اوصل لكم الغرزة كويس. تدعموني سواء بالنصيحة او يعني مش شرط اللايك يعني او الاعجاب، تدعموني لو في حاجة مش واضحة تنبهوني عليها، لو في حاجة انا معرفتش اوصلها كويس. اتمنى ان اشوف تعليقاتكم وكومنتاتكم ونتفاعل مع بعض اكتر. واللي ما اشتركش في القناة يسعدني جدا ان انتوا تنضموا لينا علشان القناة تكبر بيكم. مع الف سلامة.